أكبر متحف في العالم؟ في قلب مصر وعلى بعد خطوات من الأهرامات بيتجمع تاريخ آلاف السنين تحت سقف واحد. المتحف المصري الكبير. جولة في أكبر كنوز الحضارة الفرعونية. أيوة يا أبو سام، يلا بينا. يلا بينا نشتري التذاكر. تذاكر. الخدمة دي بتكون مجانية للزوار، تاخدك من البوابة توديك متحف مصر. 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 متحف مبني على مساحة 500 ألف متر مربع، يحتوي على أكتر من 100 ألف قطعة أثرية. إيه رأيك في الأجواء يا صديقي؟ الأجواء رائعة رائعة رائعة. فخمة فخامة الفخامة. يلا بينا نقعد جنب جده. عاملين سلم تطلعك لحد الدور اللي فوق عشان تشوف الفيو الخطير اللي احنا هنوريه لكم دلوقتي. كل طابق فيه جزء معين على فكرة من التاريخ، طبعا يختلفوا يا باشا. المتحف مش بس مكان للعرض، ده كمان تجربة تفاعلية. في تقنيات الواقع الافتراضي وشاشات عرض بتخليك تتفاعل مع القطع الأثرية بشكل جديد، وكمان في قاعات عرض تعليمية ومركز أبحاث. We are Egyptians, the grandchildren of the pharaohs. We came from the land of peace and miracles, the most powerful country in Africa and Middle East, with the greatest history and richest culture. كلهم واخدين نفس الديكوريشن تقريبا، والديكوريشن بتاعهم والستايل لايق قوي مع المتحف. كلهم حتى لو براندز مختلفة واخدين نفس الستايل، فدي حاجة جامدة قوي. مخلية ريحية للعين وايه، والسيم كله مع بعضه جاهز. بصور لهم بقى الشطات للكافيهات. طبعا النظام، النظافة، الخدمات اللي بيقدمها اوفر اول جميلة. جربت الكافيه ده قبل كده. التصميم المعماري كمان مش عادي. واجهة المتحف على شكل مثلثات ضخمة مستوحاة من الهندسة الفرعونية، وبيطل مباشرة على أهرامات الجيزة أكنك بتشوف التاريخ بعينك. ايه رأيك في الفيو؟ جامد جدا يا جدعان. هم جداً. عاملين المتحف بديزاين ان هو يبقى باصص على الاهرامات الثلاثة، بالظبط. فموضوع مبهر جدا يعني. جدا. حبيبي والصحاب. ايه رأيك في المتحف ده؟ المتحف جامد جدا بجد. يعني كل حاجة فيه جميلة، التفاصيل كلها جميلة، الخدمات، التنظيم. ايه رأيك في التصميم الهندسي بتاعه؟ التصميم تحفة، وكله واخد نفس الديزاين الفرعوني. نفس الطابع الفرعوني. كل حاجة، الأشكال، مفيش حاجة معمولة كده للتلقائية يعني. لا، كل حاجة محسوبة ومعمولة صح بالزبط. جدا بجد. يعني الصراحة تحفة معمارية روعة. ودي كانت جولتنا في المتحف. عايز أسألكم سؤال، شايفين قد إيه مصر غنية؟ ولو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناة، ويلا أشوفكم في فلوج جديد. سلام. وفي قلب العالم في بلد مش بس مليانة تاريخ، لكن مليانة حياة. مش بس أهرامات وأبو الهول بضحكة طفل في شارع قديم، وشمس بتنور نيل بيجري من آلاف السنين. مصر. استنونا في فيديوهات نستكشف مصر وأوريكم جمال مصر.